السلام عليكم ايها الشعب العظيم، كما عودناكم انه العيال مسعده تفلسفوا بنب لهم حقهم بنرد لهم. معنا اول شيء اسعد السريع، مكنا احنا السودانيين حرروكم، السودانيين حرروكم. تنتشر غارات كثيفة على المواقع المعادية، ووفق بيانات المقاومة الشعبية فقد أربك هذا ايش؟ علم القلوب ولا علم السودان؟ ايش اللي في باك؟ عملوان ولا ايش؟ الصراحه اثرت عليك. عيال مسعده، عيال توكل كرمان، قهركم العلم، هذا العلم اللي حررنا احنا، ما يحملوناش الاماراتيين ولا السودانيين. يا جماعة، يا أخي بالله عليك، تساوي ما بين جغرافية نهم شمال الشمال الذي هي جغرافية معقدة وسلسلة من الجبال المعقدة جدا جدا، لا تستطيع لا تصعد إلا بالحمير كي تطلع المؤونات، وبين القلوعة والتواهي والمخال التي هي أرض مبسوطة. هذا جهل أولا بجغرافية اليمن. شوف يا جنوبيين، ضحكتم الناس علينا، يقول لك ايش؟ يا عم ما نفهمش بالجغرافيا، يعني انت لو تجي تحسب كذا طبيعي بالرياضيات بالفيزياء بالرسم بأي مادة 12 كيلو خلال سنتين، يعني الجماعة حرروا 21 سنتيمتر باليوم الواحد، فأعتقد 21 أو 22 حاجة زي كذا. يقول لك ايش؟ عندك كمان العم يقول له رسائل كثيرة، يقول له انزل على فلان انزل على فلان، طبعا هو قصدهم عليا. قال لهم لا يا جماعه هو اكبر من كده، هو مش اكبر من كده، اصلا نزلت لهم بالجنبه لميت لهم عدو واحد. نعم. وبعدين على فكره ما فيش حاجه اسمها زيدي وشافعي، سمعتك بتقول الاحتلال الزيدي. انتهى مساله زيدي وشافعي، الان امام صراع سني شيعي يستهدفني انا وانت سنه من آل السنه، وهناك حوثي. انا تخلصت منه وهزمته. ايش ده يا جماعه؟ في قصف، انا سمعت قصف. ايش ده؟ ما حضرت طلع اقسام. لدينا عدو وهو الحوثي، نتوحد انا وانت عليه. وقلبي الرجال طلع محتاج، الرجال يجي يحررونا. ايش ده؟ خلاص اسمعوا يلا يا شباب، توكلنا انا معي المسطره والجنبل، قبوا معاكم الاحق بحضره من الكتوشه. يا صمود اسطوري احرار كتبوا بالدماء اسطوره، الله اكبر يا صمودي احرار كتبوا بالدماء اسطوره، الله اكبر يا صمود اسطوري. تصيره للمكلا نوره، الله أكبر يا صمود أسطوري، أحرار كتبوا بالدماء